فندت الحكومة الجزائرية رسميا ما ورد في تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية والمتعلق بالوضع الحقوقي في العالم الذي أصدرته نهاية الشهر المنصرم. وأوردت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة أن التقرير في الشق المتعلق بالجزائر مبالغ فيه وفاقد للمصداقية، ويستند إلى معلومات مغلوطة ويكرس صورا نمطية وتقييمات مغرضة. واستنكرت السلطات الجزائرية ما قالت أنه محاولة أمريكية لإقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية، في إشارة لانتقاد معدي التقرير لعمل الجيش الوطني في مكافحة الظاهرة الإرهابية. كما شددت الجزائر على أنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى، احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وذكر مصدر دبلوماسي للبلاد أن الرد الجزائري تأخر بأيام لمنح الوقت الكافي لاستطلاع الجانب الأمريكي في إطار حوار منظم، وتوسعت بعد ذلك المشاورات بين القطاعات الوزارية المعنية لبلورة الرد الرسمي المناسب على الاتهامات التي كيلت للدولة الجزائرية. وأفاد المصدر أن اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وضم ممثلين عن هذه الوزارة ووزارتي الداخلية والعدل وممثلي مصالح أخرى لدراسة وتحليل تقرير كتابة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر الصادر قبل أيام قبل بلورة الرد الرسمي. وأكدت وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من المعلومات الخاطئة التي هي أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، واعتبرت أن الوثيقة المعنونة تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014 التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط.